لما ترد عليكي رد قليل الأدب ما يطلعش غير من عيلة ما تربتش، تاخدي نفس عميق كده وتقولي بس أنا هقوم دلوقتي أجيبها من شعرها عشان أعرفها تتكلم معايا إزاي. أنا معاكي، هي بتبقى لحظة مستفزة جدا، بس تعالى أشبهها لك بحاجة. عارفة لما واحدة تتجوز ظابط وبعد فترة كده يرجع يتخانق معاها بأسوأ الألفاظ، تقوله إيه؟ أنا مش واحدة من المساجين بتوعك. مشيها على المثال ده. هو هنا بيتعامل بطريقة معينة مع فئة للأسف ما ينفعش معاها غير معاملة دي، فساعات بينسى ويتعامل مع أهل بيته كده. تعالي بقى أخدك من زاوية مراهق أو طفل بيتعرض في المدرسة لعيال بتتنمر عليه ويقولوا له يا سوكة ويا سيس ويا قلب ماما ويا قلب أمك ويا روح أمك، وعشان يتعامل معاهم محتاج يطلع من جوهر شخصيته ويمشي يرد على ده وعلى ده ويستحمل ضغط من الصراع عشان يثبت ذاته ويتغلب على التنمر المستمر على الفاضية والمليانة. ويا كده هبقى بقى واحد شريد. سامعة اللي بيقولوا الحياة مش سودة قوي كده. أنا آسفة إن أقول لك بحكم شغلتي مع المراهقين ف90% من مشاكلهم ومشاكل صحابهم بترجع لأول لقطة أنا قلتلك عليها. هو رد عليكي أو هي ردت عليكي بموجة من الغضب الغير مبرر لمجرد إن قلتله ما عملتش مثلا الواجب، فرد عليكي بنفس الطريقة اللي بيكلمها لصحابه. طب إيه الحل؟ أسكت له؟ لأ خالص، بس فوقيه. هو أنت متأكد إن أنت بترد عليا أنا؟ أو أنت كويس؟ في حاجة عملتها خليتك ترد عليا كده؟ هو أنا رديت عليك كده قبل كده؟ أو أنا مش عارفة أنا بتكلم مع مين دلوقتي، بس الطريقة دي مش هتنفع. اتفضل كده، ولما تهدى وتعرف انت بتتكلم مع مين وتبقى مستعد ترد عليا يبقى تعال. أو إيه الأسلوب ده؟ أنت عمرك ما كنت كده، أنت طول عمرك حنين وجميل وبسمسم وعليك سكر. المهم إنك ما تاخديش الانفعال ده على نفسك وتشخصنيه. ولادنا بيتعرضوا لضغط نفسي كبير جدا بره، سواء من الصحاب أو من المدرسة، المذاكرة، مجتمع فعلا ما بيرحمش. وفكرة إنه بيتعامل مع كل شخص بالطريقة اللي بتناسبه محتاجة تدريب ودعم منك. عرفي إن هو بيتعامل مع أكتر من أشخاص، بس لازم يبقى فاهم لما بيتعامل مع أصحابه يتعامل إزاي، بيتعامل مع والدته ووالده يتعامل إزاي، بيتعامل مع أخواته يتعامل إزاي. أحيانا الواحد من كتر التعاملات اللي بيتعاملها بره بينسى نفسه بيتعامل بيها مع كل الناس. فهمتيني ولا لسه؟ لو فهمتي قوليلي في التعليقات.